السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة فيديو جديد لوصفة جميلة جدا كلنا بنحبها، وهي القراقيش الناشفة اللي بتتشرب مع كوباية الشاي على الصبح كده. حاجة في منتهى الجمال. هنعملها ناشفة ودايبة جدا في نفس الوقت. شايفين دايبة ازاي؟ طعمها حلو جدا، فيها طعوم طعمها مخليها طعمها في حتة تانية خالص. انا جبت كيلو دقيق، انا نخلته، وجبت شمر على ينسون وحمصتهم على النار حاجة خفيفة كده لحد ما ريحتهم طلعت، وبعد كده طحنتهم وخدت منهم معلقتين كبار مليانين على الاخر، ودول 3 معالق كبار سمسم او ربع كوباية او نص كوباية زي ما تحبي، ومعلقة كبيرة ريحة كحك، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة سكر، ونص كوباية مية دافية. المية انا هحطها عشان اشغل الخميرة، هحط نص كوباية المية الدافية على معلقة السكر ومعلقة الخميرة، وهدوبهم كويس لحد ما اتأكد ان السكر والخميرة دابوا معايا. هركنهم على جنب. اهم حاجة مية الخميرة تكون دافية، ما تكونش سخنة قوي ولا باردة. وبعد كده هبتدي احط المكونات الباقية على الدقيق. هقولهم تاني معانا: معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة ريحة كحك، معلقتين كبار شمر على ينسون، وتلات معالق كبار سمسم، وزي الكمية اللي تحبيها. لو عايزة تحطي نص كوباية مفيش مشاكل. دي نص كيلو سمنة، انا سيحتها على النار يا دوبك كانت دافية. ولو انت عايزاها ناعمة زي ما انا عملتها حطي سمنة بس، لو عايزاها ناشفة قوي حطي زيت، ولو عايزاها وسط حطي سمنة على زيت. بس هي بالسمنة طلعت دايبة وجميلة جدا. انا هقلبهم وبعد كده هبتدي ان انا ابس السمنة كويس جدا في قلب الدقيق. هبسهم كده بطراطيف ايديا، هقعد ابسهم حوالي 10 دقايق لحد ما اتأكد ان كل السمنة الدقيق شربها. هقعد اجيب من تحت لفوق لحد ما اتأكد ان الدقيق كله مفيش دقيق تحت ومفيش سمنة. انا نسيت احط بس ربع معلقة ملح، فهحطها دلوقتي. هي بتتحط مع البيكنج باودر الاول كده وريحة الكحك. هبتدي ابسهم، وبعد اما ابسهم حوالي 10 دقايق هبتدي ان انا اضيف الخميرة معايا. هي كده اشتغلت. شايفين كل الرغاوي كده؟ دي معناها انها اشتغلت، بتعمل رغاوي وحجمها بيعلى. هقلبهم في بعض، مش هقعد اعجن كتير جدا عشان ما يحصل لهاش عرق. انا هقعد بس المهم كده واطلع واخلي الدقيق يشرب كل الخميرة. اتأكد بس ان هي كل حاجة وصل لها الخميرة بتاعتنا. وبعد ما لمها كويس جدا هضيف كمان نص كوباية مية عشان اكملها بتلم، عشان هي ناقصة مية. دي مية عادية، عايزة تحطيها دافية مفيش مشاكل. انا لميتها عادي كده بمية عادية من الحنفية، وهقعد الم، مش هقعد اعجن كتير لحد ما العجينة تبقى ماسكة معايا. انا هقعد اضيف المية، انا استخدمت نص كوباية مية لحد ما العجينة تلم معايا وما تبقاش مفرولة قوي. بس هي عجينتها مش بتكون ناعمة، العجينة بتاعة القراقيش بتكون خشنة شوية وكأنها مقطعة كده. هوريكم شكلها في الاخر، بس انا هلمها بالمية. انا كده حطيت نص كوباية المية كله، يعني انا حطيت نص كوباية مية الاول في الخميرة، بعد كده حطيت نص كوباية مية تاني عشان الم بيها العجينة. شايفين انا كده خلاص لميتها. شايفين شكلها مش عجينة ناعمة، هي كده بتكون زي مشققة كده. وهسيبها ترتاح معايا ربع ساعة. والقراقيش بتتعمل وانا بقطعها كده بشغل الفرن، عشان هي بتخش على فرن سخن مش بتخش على فرن بارد. انا بلمها معايا كده وبعملها مستطيلة، وبنعملها الشكل اللي انت عايزاه. انا هعملها الشكل الاعتيادي عادي، هقطعها كده بالطول. في بيحبوا يقطعوها بميل، في بيعملوا بيها اشكال زي ما يريحك. اهم حاجة السمك يكون مظبوط علشان لسه هتخمر تاني.
وهتعلى اكتر من كده. انا هبتدي اساوي الاطراف من كل الجناب عشان كلها تطلع بنفس الشكل، تكون شكلها مستوي. وهقطعها بعرض كده صباع واحد، وهوريكي سمكها عامل ازاي. انا بدخلها على فرن سخن مسبق، وهكون على درجة حرارة 200. الشبكة اللي في النص، على الشبكة الرف اللي في النص. الصينية طبعا مش بندهنها حاجة، شايفين سمكها؟ بحطها عادي في صينية من غير ما ادهنها ومن غير ما احط فيها ورق زبدة. هسيبها اول حاجة تختمر لمدة ساعة. بعد ما ريحتها 10 دقايق وبعد كده شكلتها، هسيبها تخمر معايا وهي متشكلة كده ساعة. هتلاقي حجمها عالي، وكل واحدة عليت عن الحجم ده الضعف تقريبا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، الرف اللي في الوسط. وده بص، ده شكلها كده بعد ما اختمرت، بعد ما قعدت الساعة وخمرت خلاص واتضاعف حجمها. هدخلها في الفرن، وبعد ما من تحت تستوي تحمر كده هشغل الشواية تاخد لون خفيف خالص. اهم حاجة نخلي بالنا عشان اللون ما يغمقش مننا. شايفين بتقرمش معايا، بتتكسر كده جميلة، وفي نفس الوقت بصوا ناعمة ازاي ودايبة. جربوها وقولولي رأيكم، وما تنسوش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة.